السلام عليكم. معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده البرجر بطريقه حلوه قوي، وهقول لكم على المقادير المظبوطه وازاي تظبطي معاكي البرجر. انا هنا عملت جنب البرجر مكرونه بالصلصه زي ما انتم شايفين كده معايا، بس طبعا انا هعمل معاكم البرجر بس. شايفين بقى من جوه عامل ازاي مستوي وجميل جدا. اول حاجه هنا معايا بصلايه، معايا 3 فصوص من الثوم. انا هستخدم في البرجر 350 جرام من صدور الفراخ. تمام. ممكن نستخدم كمان 500 جرام يعني نص كيلو، نفس المقادير دي ممكن برضو نحط عليها نص كيلو من الفراخ. معايا هنا معلقه كزبره، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه ملح، معلقتين كبار من البقسماط المطحون اللي هو البقسماط الناعم. معايا هنا 350 جرام. بعد ما فرمت البصل والثوم نزلت بال 350 جرام من الفراخ، وبعدين حطيت عليها التوابل زي ما انتم شايفين كده معايا. هنا هحط بيضه، البيضه هنا اختياري، لو انت مش بتحبي البيض في البرجر ممكن نستغنى عن البيض، فالبيض هنا مش اساسي في الوصفه، هو زياده بس بيدي هشاشه للبرجر وبيدي طعم حلو قوي. انت لو مش بتحبي البيض في البرجر ممكن نستغنى عنه ونحط معلقتين من البقسماط، معلقه بقسماط واحده بدل ما نحط معلقتين. تمام. لو حطينا بيض بنحط معلقتين من البقسماط. هنا بقى معايا غطا، اي غطا عندك، او الكباس بتاع البرجر لو عندك بتستخدميه طبعا. انا هنا بجيب اي غطا عندك، حجم كبير حجم صغير. انا عملت غطا كبير وعملت غطا 2 حجم صغيرين هتشوفوهم معايا في الاخر. هاخد بقى الغطا، هحط عليه كيس من اي اكياس اللي هي كيس التلاجة، وهحط عليه معلقة من البرجر اللي هو الفراخ اللي احنا عملناها، وهبدأ بقى ان انا هضغط عليها زي ما انتم شايفين كده معايا. دي طريقة سهلة جدا لأي حد ما عندوش اللي هو الكباس بتاع البرجر. اهو بعد ما ضغطت عليه هطلع الكيس كده اهو، وهمسك الكيس وهنزله على طول في الطبق. هعمل معاكم واحدة تانية. هاخد معلقة اهو، هاخد معلقة من الفراخ وهبدأ ان انا ايه، هضغط عليه كده بايدي، بكفة ايدي كده. تمام. وبعد ما هضغط بكفة ايديا هبدأ ان انا هنزل بالايه، بالبرجر. هوريه لكم دلوقتي وانا بحطه، هو التصوير ما جابش الحته الاولانيه وانا بحطها. هتشوفوها دلوقتي معايا، عملتها معاكم صورتها معاكم في المره التانية. بحط الكيس كده اهو. بصوا الحجم اللي انتوا عايزينه بقى، لو انت بتحبي الحجم بتاعه يكون، شايفين هنا حجمه انا عملت دي سميكه عن الاولانيه. ده انت لو حباها حجمها سميك او حباها حجمها يكون رفيع شويه، فانت بتتحكمي في الحجم زي ما انت عايزه. هنزل بقى بالكيس كده من غير ما المسها خالص اهو، هنزلها بالكيس كده. تمام. هخلص بقى كل الكمية. بعد بقى ما اخلص تشكيل البرجر بحطه في التلاجة يريح لمدة نص ساعة. تمام. عشان يتماسك ويبقى جاهز معايا. طبعا البرجر كده بقى جاهز معايا. ممكن بقى نسويه على النار على طول، على النار متوسطة كده. اول ما السمن او الزيت اللي احنا هنعمله فيه يسخن معايا، بخلي نار متوسطة وببدأ ان انا بقليه على طول على النار. حطيت معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، وهبدأ هنا بقى دي خطوة اختيارية. انا حطيت هنا اللي هو البقسماط اللي هو بيبقى متبل، اللي هو بنستخدمه في الفراخ الكريسبي. فدي خطوة اختيارية، ممكن ما نستخدمهاش خالص وبنحط البرجر زي ما هو كده، بنبدأ ايه نحطه على النار على طول. دي خطوة اختيارية لو انت حباها، هي بس بتدي طعم حلو قوي لل... للبرجر من بره. بعفره بس كده، اللي هو الكريسبي ده هو بيتباع جاهز. بعفره كده من بره وبحوش اي زيادات عليه، وببدأ احطه في السمنة اللي معايا زي ما شايفين كده اول ما سخنت معايا. تسوية البرجر بتاخد حوالي 4 دقايق، دقيقتين على كل جنب، بياخد حوالي دقيقتين مش اكتر من كده. بنسيبه دقيقتين على الجنب ده، وبعدين
بنقلبه على الجنب التاني لمدة دقيقتين. يعني هو بياخد بالكتير من 3 دقايق ل4 دقايق على حسب طبعا النار اللي احنا حاطينها عليه. انا بقى سبت البرجر، وهنا كنت مجهزه المكرونه. ان شاء الله هصور لكم المكرونه انا بعملها بطرق كتير جدا. ممكن بعملها بالكبده، ممكن اعملها بالفراخ، ممكن اعملها بالصلصه بس كده زي ما انتم شايفين، ممكن نعملها بالفلفل الالوان. فالمكرونه ليها طرق كتيره جدا. ان شاء الله هبقى هصور معاكم منها، وهصور لكم المكرونه دي في فيديو ان شاء الله يكون لوحده. انما هنا المكرونه عاملاها بالصلصه وبالثوم والبصل. المكرونه دي طعمها بيبقى خرافه، والخل، بالثوم والبصل والخل. هنا برجر اهو، حطيت القطعتين اللي كانوا باقيين لان دول خلاص حجمهم قل شويه، فحطيت القطعتين التانيين. هبدا بقى هطلع البرجر كده على المكرونه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا جدا، وطري من جوه ومقرمش كده من بره، في قرمشه بسيطه من بره وحلو قوي. وقلت لكم خطوه الكريسبي ده اللي احنا حاطينه عليه من بره ممكن ما نعملهاش ونقليه كده على طول. انا بحب اقليه في معلقه من السمنه البلدي على معلقه صغيره من الزيت. بحب يعني اقليه في السمن البلدي، بيبقى طعمه حلو قوي. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو اول مره تشوفي قناتي متنسيش تعملي اشتراك للقناه لو عجبك محتوى القناه، وتعملي لايك للفيديو. واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.